الموقف العربي الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني، وتبنت خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، وهي الخطة التي لقيت تأييدا واسعا عربيا وإسلاميا ودوليا. وفي هذا الصدد أذكركم بأننا نعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور توقف العدوان. وقد وجه العرب من خلال قمة القاهرة رسالة حاسمة للعالم تؤكد أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الأوحد للخروج من دوامة العنف التي ما زالت تعصف بالمنطقة، مهددة استقرار شعوبها كافة بلا استثناء. وأكرر هنا أنه حتى لو نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.